السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسلموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده لسه راجعة من بره. جوزي حلف عليا إني أعمل أكلة في 10 دقايق. جايب أكل ومصمم إن هو يعمله دلوقتي، على الرغم إن المفروض أصلا دلوقتي ما نعملش الأكل ده. جايب جمبري وجايب صبيط وجايب رز، وعايز كل الكلام ده يحصل في 10 دقايق. فقلت قبل ما اقلع، وانا بتحداه ان هو هيخلص فعلا في الوقت ده وهنخلصه بسرعه جدا، لازم اسلم عليكم الاول وبعد كده جري هخش على المطبخ واعمل على طول الاكل واجهزه في 10 دقايق زي ما هو قال، عشان تعرفوا بس الاكل السريع هيتعمل ازاي. استنوني بقى، عمال ما اخلص يا دوبك هغير بسرعه جدا جدا واخش على المطبخ عشان نجهز الاكل بتاعنا. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وشوف اللي قاتلين بعض جوه دول. وعلى طول قلعت هدومي ودخلت على المطبخ عشان اشوف الكياس فيها ايه وايه اللي مصمم ان انا اعمله. زي ما انتم شايفين كابوريا وجمبري وبسارية. وعلى طول جبت المية، فتحت المية وجبت الكروانة علشان احط فيها شوية من الليمون ومعلقتين كبار من الخل، وابتدي ان انا اعمل الجمبري طبعا بسيبه شوية كده في الليمون علشان خاطر ينزل كل زفرته. وكمان بيبقى سهل عليا جدا اني افتح سلسلة الظهر واطلع منها التراب اللي بيبقى جواه. بعملها كده بالمقص على السريع. وطبعا البسارية كنت عاملاها معاكم قبل كده، برقعها في مية وافضل اغسل فيها كتير جدا لحد ما تنضف وتبقى معايا زي الفل. وبعد كده بنقعها في الخلطة اللي هي توم وكمون وهريسة شطة وملح وفلفل، وطبعا الليمون اساسي معايا وكمان الشطة. زي ما انتم شايفين انا بعمل الجمبري برضو بنقعه زي ما انا قلت لكم، بعد كده بشيل سلسلة الظهر. ونفس الكلام بعمله في الكابوريا. طبعا بنعمل ايه، بنقطع برضو فلفل وطماطم وبصل وثوم علشان نستخدمه في كل الكمية اللي انا هعملها. بقطع كده كمية محترمة، اخد لي كده 6 7 طماطمات او 6 7 فلفلات وبصلتين للكمية دي كلها، وكمان معلقتين من الثوم. وطبعا معايا زي ما انا قلت لكم الكمون والملح والفلفل وهرسة الشطة معايا علشان خاطر نتبل بيها الحاجة بتاعتنا اللي هتتعمل في ثواني ومش هتاخد مننا حاجة. جبت حلة كده على النار وابتديت ان انا انزل الجمبري بتاعه اللي انا نضفته وشلت منه سلسلة الظهر، سقطته في الحلة على طول. وطبعا هجيب كل الحاجات اللي انا قطعتها زي ما قلت لكم علشان اكسب وقت، علشان خاطر جوزي كان مستعجل جدا على الاكل وحكم عليا ان انا اخلصه في 10 دقايق، وفعلا خلصته في وقت قياسي. طبعا حطيت زي ما انتم شايفين كده الجمبري، وابتديت ان انا اقطع الطماطم والفلفل والبصل اللي انا قلت لكم عليه، معلقه من الثوم. وطبعا بالنسبه للتوابل ما بنستخدمش توابل كتير، هو يا دوبك ملح وفلفل وكمون، وطبعا 3 او 4 معالق من الزيت. كمان تحطي على الجمبري معلقتين من الصلصه عشان تعملي احلى شوربه جمبري، بتبقى طعمها تحفة جدا جدا. عايزة اقول لكم بتنقل الجمبري في حتة تانية. دي التوابل اللي انا قلت لكم عليها. الشطة طبعا يا جماعة اختياري، ممكن تخففي او تتقلي زي ما انتوا عايزين. في ناس بتحبه سبايسي، في معلقتين ناس الصلصة، بتحبه وبعدين مش تزودي بقى سبايسي. مية فبرحبه وتحطي جدا كتري جدا كده. شوية في المية عشان تطلعي احلى شوربة للجمبري. مفيش حد طبعا ما بيحبش شوربة الجمبري. شوربة الجمبري بتبقى جميلة جدا وبتديله مذاق مختلف. تقليبة كده كده يعتبر الجمبري بتاعي خلاص. يلا بقى هخش على اللي بعده علشان الوقت كان معايا ضيق جدا ده.
هغطي عليه كده واخش على طول على الكابوريا. وزي ما قلت لكم الكابوريا انا عاملاها مع بعضها، كنت نقعاها وبعد كده اخدتها من النقع على الحلة اللي انا هعمل فيها. زي بالظبط الجمبري، بس ما بنحطلهاش ميه، لان الجمبري احنا بنحط له ميه عشان نعمل شوربه الجمبري، لكن الكابوريا لا. فانا قطعت الكل نفس التوابل نفس التقطيعات علشان نخلص. وطبعا البسارية انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، ما حبيتش ان انا اضيفها في الفيديو. الكابوريا خلصت معايا في ثواني، حطيت الحلة ويدوبك الزيت قدح فيها، وابتديت ان انا احط البصل المفروم علشان اعمل جنبهم رز كده صيادية. طبعا البصل بتحمريه كويس جدا جدا لحد ما يغمق معاكي، ما تخافيش لما يغمق مش هيحصل حاجة، بس هيديكي طعم حلو جدا. ما تفتكريش ان البصلة اتحرقت، لا، البصلة علشان الرز يطلع معاكي حلو لازم البصلة تغمق علشان الرز يطلع معاكي تحفة وجميل. طبعا قلبي 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 كويس جدا. وانا عن نفسي ما بنقعش الرز، انا يا دوبك بغسله بصفيه بيطلع معايا مظبوط جدا. وزي ما قلت لكم بجيب رز مصري عادي وبزود على المقدار اللي انا عاملاه بتاع الرز ربع كوبايه رز. بصوا ده الشكل اللي عايزه الرز يكون عليه، يعني ده المنظر اللي انا عايزه الرز هسقطه عليه. ايه اللي انا حطيته؟ خدت كده كوبايتين من شوربه الجمبري وحطيتهم على الرز علشان هيديني مذاق تحفه جدا جدا. خدي كبشتين من الجمبري وحطيهم عليه، وطبعا زودي الميه على حسب الكميه، كان الكبشتين دول هيفرقوا جدا. وبعد كده طبعا تزودي الملح وتزودي الكمون وتسقطي الرز اللي انتي مصفياه وعاملاه، وبعد كده توطي عليه النار وهتاكلي احلى رز صياديه. وطبعا كل بقى الغذاء والفايده بتاع شوربه الجمبري هيبقى محطوط في الرز. قلبي كده الرز كده وغطي عليه وسيبيه يستوى كده، وخشي على طول على اغرفي بقى الجمبري واغرفي الكابوريا والبسارية. بصي ده شكل الرز بعد ما استوى، والطعم بتاعه تحفة جدا جدا. الرزاية مفلفلة مش معجنة ابدا ابدا. بصوا كده منظره تحفة تحفة تحفة. خدش مني ثواني، الاكلة دي كلها واخدة 10 دقايق. بس اهم حاجة ان انتي تكوني عارفة تتحكمي في وقتك كويس قوي. ده كده الجمبري ما شاء الله طلع تحفة. بصوا كده اول ما المسوا القشرة بتاعته بتتشال على طول، معنى كده ان الجمبري ده بلدي. بصي من جوه تحفة، سلسلة الظهر متشالة زي ما قلتلكوا، بشيلها انا بالمقص بيطلع تحفة جدا جدا. ده كده شكل الجمبري، وده كده طبق الرز. انا طبعا عملت كمان صبيت، بس هعمله لكم ان شاء الله في فيديو تاني. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب.